فاز الأهلي بالسوبر وانتهت المباراة وداخلين على تحديات جديدة، ولكن لسه برضه بتلاقي بعض ردود الأفعال، الحاجات اللي بتبدأ تلاحظها. لقطات كتير قوي اتذاعت، ردود أفعال كتير، ناس اتكلمت كتير على فرحة الأهلي، وطلعوا ناس يمثلوا أو لعيبة قدامى أو لعيبة كانت بتلعب في نادي الزمالك بيكلمك على الفرحة الهستيرية، وعايز يقول لك يعني كردا على تريقة النادي الأهلي على فرحة الزمالك بالسوبر الأفريقي. لكن لازم تفهم حاجة، الفرحة اللحظية ديت هستيريا مش هستيريا، ده طبيعي. ما هو انت مش معقول يكون فريقك بيلاعب المنافس بتاعه في بطولة، سواء سوبر بقى، اي المهم اللي هو نهائي، وتفوز فمش هتفرح. اكيد هتفرح، واكيد تفرح فرحة هستيرية وفقا لسيناريو المباراة نفسها. المباراة انتهت بركلات ترجيح، انت مش مثلا كسب 2-0 ولا بتاع، ولا فايز من بدري ومضامن، لا، الماتش متعلق لغاية اخر لحظة. وبعدين حتى في سيناريو غريب كده اثناء حتى ضربات الترجيح، ان هي تجي لك وتروح منك وتروح له وترجع لك تاني. فالفرحة الهستيرية دي طبيعية حتى لو في الاحداث العادية. لما كان الجماهير الاهلي بتتكلم على موضوع السوبر الافريقي، كنا بنتكلم على استمرارية الفرحة اللي ما بتخلص. حتى التعبير على الفرحة ومحاولة انك راجل ما عندكش ابداع، مش كرييتيف كده في احتفالاتك، لا، بتاخد الدقايق بالثواني زي ما اتعملت. القاضية مش عارف منسي زي ما الاهلي بيعمل، تيجي تاني جمعة تعمل كأن المباراة لسه هتبدأ ويا ترى مين اللي هيبدأ. كلها حاجات انت بتقلد. لكن فرق بقى في جماهير النادي الاهلي ان هي بتفطس لك الترند اللي كنت عايز تعمله. عايز تعمل اغنيه يركبوا لك عليها اغنيه تانية فيفطسوها لك، عايز تلمح حد فيقوم. ادي الفرق. فاحنا القصه فرحه هستيريه، طبعا لازم افرح ولازم في ناس تفرح فرحه هستيريه، لكن الفكره فرحتك ازاي وفرحتك لحد امتى. خلاص، جماهير الاهلي كجماهير انا اعتقد ان النهارده هتبقى اخر احتفالات بالشكل الاحتفالي. واللي هيخلي الموضوع مطول شويه مع بعض الناس وجود شيكابالا في الموضوع، وان شيكابالا كان سبب في ان الزمالك ما ياخدش السوبر، سواء باراء جماهير الزمالك نفسها اللي زي ما قلت لك بيجي لهم لحظه اسمها لحظه الصدق او لحظه الحقيقه، اللي هي بعد الحدث بدقيقتين على طول، قبل ما تعدي ساعه. روح خد منه الكلام في ساعتها، هتعرف قيمه النادي الاهلي، هتعرف وضعه، هتعرف كل حاجه، هتعرف رايه في بعض اللي ما يسميهم اساطير، بس اصطادوا بعد الحدث على طول، ما تصبرش عليه. فدي عامله شويه احداث شويه ممكن تخلي الموضوع مطول مع الجماهير، لكن كاحتفاليه كل جماهير الاهلي بلا استثناء شايفه ان كده خلاص، لان عندنا مباراه مهمه جدا مع العين الاماراتي، مباراه توديك ناحيه تانية، وفي نفس الوقت هي ببطوله، وبطوله هتعتبر بطوله قاريه ليها كاس الثلاث قارات. فماتش مهم، لازم الاستعداد. ممكن الجماهير تفرح يوم اتنين، لكن اللعيبه خلاص مسافه ما وصلنا القاهره يبقى احتفلت، رقصت، غنت، عملت كل حاجه، شكرا، عشان في مهمه جايه نستغل منها بقى، ويا ريت يكون استغلال ايجابي المره دي. احنا قبل كده احتفال الدوري ورقصنا وغنينا، لكن الموضوع كان سلبي، ما اخدناهوش دافع، بالعكس ده هبط من عزيمتنا فخسرنا السوبر الافريقي. الثقه راحت، رجعت لنا تاني بعد السوبر المصري، نستغل ده، ناخد الايجابي منه، عشان عندنا مباراه قويه امام العين، اللي بالمناسبه اتعادل النهارده في الدوري في اخر بروفه قبل ماتشه مع النادي الاهلي. اتعادل مع فريق ما يصنفش من الفرق الاقوياء، كان مغلوب لغايه اخر، اتعادل في الوقت الضايع تقريبا، كان جاله ضربه جزاء برضه لاباكوجا ضيعها، لكن ما كانش بادئ، كان مريح كام لاعب كده من الاساسيين المدرب بتاعهم. في اخر لقاءين ليه مغلوب من الهلال على ملعبه وادي متعادل. فالفنيا مش افضل حاجه، لكنه بيملك عناصر قويه، عنده لعيبه كافراد لا تحدث الفارق لو احنا مش مركزين، فمهم جدا. فاستمراريه الاحتفال مش هتلاقيها عندنا خالص، هتلاقي عندك دايما كل يوم في دافع. ليه؟ لانك انت كاهلي سواء كلعيبه كاداره كجمهور دايما بتبص على الصداره، ومش الصداره بس، والحفاظ على الصداره، مش شاغل دماغك باللحظه. اللحظه انتهت خلاص، الصفحه واتقفلت. فعشان كده زي ما قلت ان خلاص ردود الافعال بسبب السيناريو بس. ويمكن بمناسبه موضوع بقى شيكابالا، انا شفت من ضمن الحاجات اللي عايز اعليها في ردود الافعال بقى هما تصريحين الصراحه، واحد لميدو وواحد للكابتن محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الاهلي. مبدئيا ميدو اتكلم في ان الناس اللي بتقول شيكابالا كان داخل ياخد اللقطه، لا، شيكابالا ما كانش دوره يشوط، ده في لعيب كان داخل يشوط وهو قال لا، انا خلي الكباتن هي اللي الشوط الاول، بس هو لسه صغير يعني. فبصراحه من اجمد التعليقات اللي سمعتها على الموضوع ده كانت تويته كتبها صديقي بقى العبقري محمد سامي، فكتب فيه ان ميدو بيضحي بمستقبل النادي للدفاع عن ماضيه.
جمله عبقريه ومش غريبه يعني على محمد سامي، لان ساعتها يعني كان دخل بعد منه محمد حمدي ومشلاك دوت، فالكلام باين قوي ان كان محمد السيد هو اللي دخل شوط اللاعب الناشئ الصغير ده ففكره انك تطلع لاعب زي كده او تعرضه للانتقادات وهو بكره بتاع النادي عشان تدافع عن حد خلاص مفترض اخر مباراه ليه في ممارسه كره القدم تكون من 3 سنين، يعني الراجل خلاص بيخلص. انا مش عايز اناقش كان فاكر ياخد اللقطه ولا مش هياخد اللقطه، مش هخش في النوايا لان المنطق بيودينا لحتت كلنا عارفينها، لكن انا مش هظلم يا سيدي. لكن هو السؤال، هي دي يعني اللقطه دي اللي هتثبت ان شيكابالا بتاع لقطه ولا مش بتاع لقطه؟ فسواء حتى هو كان داخل اجبار غصب عنه، انت بتنفي تهمه هي مثبته عليه بالتاريخ، يعني طول عمره بتاع لقطه. ده وصلت بيه لدرجه انه اتصل بناشئ بقول له معلش طلب من اخوك احتفل بالاحتفال بتاعي لو جبت جول. يعني ما تلعبوش يعني هو بتاع لقطه مش بتاع لقطه. لكن في حاجات والله يمكن ده رايي انا، يعني ما حدش ياخد الكلام ده ايه ان انا برسي قاعده، لكن انا شايف كده ان في حاجات في الدنيا والله بجد لو حصلت يبقى في حاجه غلط، يبقى الكون ماشي غلط. ف يعني شيكابالا لاعب حتى تاريخه مش مع المنافسين، مع ناديه هو نفسه. اي مره غلط في جمهوره، رفع الجزمه في وشهم. الكابتن التاريخي او النجم او اسطوره الزمالك الحقيقيه حسن شحاته تطاول عليه، اتهكم على ناديه وقال انا مش هلعب في نادي تاني يا كابتن شوبير لو ما سابونيش اطلع. رجع راح مضى للاهلي، عايز اختم حياتي في الاسماعيلي، شتم في جماهير الاهلي، اتمسك في لعيبه النادي الاهلي. الحياه مش مظبوطه معاه. ما تجيبليش بقى موقف انساني امبارح ادى واحد معلش موقف كويس وحي عليه وجميل، بس انت تخيل ان اي بني ادم في الدنيا في انسان مريض ومرض خطير يعني، وطلب منك مش هقول لك التيشيرت بتاعك، طلب منك الفلوس اللي موجوده في بيتك، قال لك انا عايزها عشان اروح اجيبها، مش هتديها له. في مواقف انسانيه مفيش حد مش هيعملها، وبعدين حتى لو هو بيعملها كويس فيها وكل حاجه، لكن على المستوى الرياضي لا، في 100 حاجه عليه، في 100 حاجه عليه والتاريخ مليان. شوف امبارح لعيبه الزمالك قمه الاحترام والالتزام كله بصراحه، ولعيبه النادي الاهلي خلص المباراه لعيبه النادي الاهلي حتى شو الشناوي طالع يجري، اللعيبه بتجري وراه فاخد كيرف يمين كده عشان يروح للجماهير، والجماهير كلها راحت وراه، واخدين حتى تحس ان هم واخدين منحنى كده. عارف انت التريلا لما بتلف عشان الديل، لعيبه الاهلي كلها كانت بتلف كده من بعيد عشان تبعد عن لعيبه النادي الزمالك، وكل لعيبه الزمالك محترمه وفي هدوء وطالعين، الا شيكابالا راح يجري ورا رامي ربيعه. لازم اختلاق مشاكل، لازم اللقطه سواء منتصر او خاسر. فان يجي الانتصار عن طريقه صعب قوي، صعب قوي يعني. انت متخيل انا في حديثين بجد يعني، يمكن انا مش عايز اقول هم على المستوى الرياضي اللي هم اثروا في حياتي بصفه عامه، مش على المستوى الرياضي بس. الموقفين دول فعلا لا غيروا تقريبا حياه الواحد. جول قفشه بتاع القضيه، وتصدي الشناوي لضربه جزاء شيكابالا. الحدثين دول لو ما حصلوش لا الحاجه هتختلف خالص خالص. انت متخيل ان شيكابالا هو اكتر لاعب خسر قدام النادي الاهلي في العالم، ملوش انجازات تقريبا ملموسه مع نادي الزمالك. الارقام اللي عاملها بالنسبه لعدد السنين اللي لعبها مستحيله، يعني تلاقي لعيبه من الاهلي عملتها في 3 4 سنين. مواقفه حتى زي ما بقول لك ماتشات قدام الاهلي بالعكس مالوش حاجه منوره. كل المباريات اللي جاب فيها اهداف لم تنتهي بفوز الزمالك. في انهاء افريقيا 2-1، في الدوري 2-1 فوز للاهلي، في الكاس 4-3، في ماتش تاني تعادل 2-2. يعني كل اهداف شيكابالا ما حسمتش لقاء لصالح الزمالك. فانك تسمي لي اسطوره على اي ارقام، على ايه اللي بيحصل ما تعرفش. ولكن زي ما قلت لك ردود الافعال في فكره انك تفضل تتكلم على لاعب لمجرد ان هو صاحبك في بينك وبينه فتضحي بناشئ انت شايفه بكره بتاعك، ده ما تلاقوش عندنا، ده مش هتلاقيه عندنا. ففي النهايه عايز اقول ان فعلا ان لو كره شيكابالا دي كانت راحت، كل الارقام السلبيه اللي انا عمال اقولها لك على شيكابالا دي كانت اتنست، كانش حد هيجيب سيرتها. ولكن كان هيبقى قهر الاهلي، حصل السوبر ولقطته هو بيشوط دي كانت هتطبع وتتعمل منشورات حتى على التيشيرتات وتتحط على البيوت، وتنزل مثلا تيجي تدور على عربيتك تلاقيها لازقه ملزوقه على البربيس بتاعها كده ان صورته. كان هيبقى مرار طافح يعني، مرار طافح. تاني حاجه بقى عشان ما اطولش، موضوع محمد رمضان والكابتن محمد رمضان، والناس بتبارك له بيقولوا له مبروك. قال لهم انا ما حدش يقول لي مبروك، انا لسه جاي ما لحقتش اعمل حاجه، ده مجهود اللعيبه والجهاز الفني والاداره.
هو ده النادي الاهلي. انكار الذات. انا بقول لك انا جاي اشتغل، انا جاي اكمل شغل اللي قبلي، وطبعا يطور عشان يسلم اللي بعده. هو ده محدش. يعني امبارح كابتن محمود الخطيب موجود، واللي على المنصه استاذ محمد الضماطي لان هو رئيس البعثه، والخطيب مش موجود اساسا، مش موجود في الاحتفالات. محدش بيفكر، انا بيفكر مصلحه النادي. النادي اولا، الاهلي فوق الجميع. وعلى فكره اعلاء شأن النادي هي في نفس الوقت هي انانيه. خلي بالك، خلينا نعترف، انا لو عضو مجلس اداره النادي الاهلي بشتغل عشان النادي الاهلي يبقى ناجح، يبقى على المنصات في الاخر اسم النادي فعلا، وانا اسمي مرتبط بالنادي، وانا هيتقال انا عثمان ده كان عضو مجلس اداره وحصل في كذا كذا. محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي مش مهم طلع في اللقطه ولا لا، لكن محسوب له برضه. لكن في النهايه كله بيشتغل لمصلحه النادي الاهلي، كله بيشتغل لاسم النادي الاهلي. لقطه مش غريبه على الكابتن محمد رمضان، عقليه احنا كلنا عارفينها، اخلاق، احترام، ادب، وانكار الذات اللي موجود في النادي الاهلي، ويقول له هو ده سر تفوقه، واللي باذن الله هيفضل دايما هو سر استمراره في التفوق باذن الله.